تفتكر بنطلون البيجامه هيبان؟ ده احلى بيجامه والله. بجد؟ اكيد هيبان. ربنا يستر. حتى لو بان عشان انتي فاشونيستا. شكرا. اكيد يعني انا عارفه. امم ايه رايك في الغدا النهارده؟ الغدا بصراحه كان جامد. الغدا بتاع النهارده هو الغدا بتاع امبارح. اللي هو ايه بقى؟ كوسه بالبشاميل ومكرونه بالبشاميل. انت استخسرتي البشاميل فقلتي تعملي مكرونه حاجتين. بالبشاميل. بص، هي بس الاساسي قانون. كان الكوسه بالبشاميل. بس هو القانون تعمل حاجه بالبشاميل، يعني هتعمل مكرونه بالبشاميل وكوسه بالبشاميل مع بعض. لا يا ماما لما كانت بتعمل لنا النهارده دي حاجه ودي حاجه. النهارده مكرونه بالبشاميل، يعني خلاص النهارده مكرونه بالبشاميل بس لكن مش بنعمل كل يا حاجات نهار البشاميل. طب ما في ناس بتعمل كوسه بالبتاع ده مسقعه بالبشاميل صح؟ تقريبا انا بس عمري ما اكلتها ولا كنا عمري عملنا بقى حبيتها كل ولا ده عمري بقى. احب اكلها الصراحه. كوسه بالبشاميل وكنافه إيه كنافه. كنافه بالبشاميل. انت شكلك نفسك في كنافه. ومكرونه. لا مكرونه بالبشاميل وبتنجان بالبشاميل. انت عارف ان احنا عمرنا ما عملنا مكرونه بالبشاميل لوحدها ولا كوسه بالبشاميل لوحدها. لازم الاثنين مع بعض. دايما الاثنين مع بعض. ده استخسار ولا لا هو احنا متعودين على كده. كميه كبيره. احنا اصلا معتبرين الكوسه بالبشاميل ده سايد. مش حاجه اساسيه يعني. والله فعشان لا. كده دايما المكرونه صينيه المكرونه بالبشاميل جنبها الكوسه بالبشاميل. لا احنا بنعمله كوسه بالبشاميل وجنبها رز. تقريبا رز. رز. وبنعمل المكرونه بالبشاميل دي لوحدها بقى، دي مين لوحدها بقى. دي يعني من غير اي حاجه. خلاص بقى فيها كل حاجه. المكرونه بالبشاميل صح؟ عشان ما بتفهميش ليه الغلط يعني. هو كده اللي انا ما بحبش المكرونه بشاميل يبقى ما بيفهمش. ورزقك على الله. انا فهمت ما بحبش المكرونه بالبشاميل ليه بقى؟ عشان اي حد بيعملها بينشفها. تمام. فبتبقى اللي هي المكرونات لازقه في بعضها كده وما بتبقاش جوسي. شفت انا عملتها ازاي المره دي؟ عشان انت عملتيها فهتحبيها. والله بجد جوسي. المكرونه جوسي. انا ما بحبش المكرونه المخبوزه في الفرن عموما بسبب كده. انا ما بحبش. ايوه في اللي هي المكرونه الفرن اللي بتتباع مثلا في المحلات اللي هي بتاعت المحلات العاديه. يقول لك مكرونه فرن. دي بتبقى مكرونه بس المفروض هي مكرونه بشاميل بس تبقى مكرونه بس. على الوش كده تلاقيها وشكلها حلو من جوه. مكرونه ناشفه جدا ما فيهاش اي صوصات ولا اي حاجه وفي حتتين لحمه بالظبط هم دول اللي موجودين. ما انا ما بحبهاش. انا ما بحبش بقى المكرونه بالبشاميل عشان كده. ليه؟ لان هي ماشي عاملينها جوسي ومكترين بشاميل وكل حاجه. يحطوها في الفرن بقى ينشفوها تنشف خلاص. مش هاكلها. خسرتوني كده. مش هقدر اكلها للاسف. انا ما بحبش برضه المكرونه بشاميل. لكن انا لما بعملها بقى اخري بحطها في الفرن. ليه؟ اسيح الجبن اللي عليها. ايوه بس ما هي بصي دي اذواق. في ناس بتحب اللي هي لما تطلعي خرطه كده بيقولوا عليها خرطه المكرونه الفلح ده. لما تطلعي خرطه كده على بعضها تبقى ماسكه نفسها. هي في ناس مزاجها كده وفي ناس مزاجها في ما تتبلعش يعني ما تتبلعش المكرونه يعني صوصات يعني. ما هي امزجه يعني بقى امزجه. في ناس تانية تحب بقى اللي هي تطلعيها كده تلاقيها سايحه منك على طول ما تعرفيش تطلعيها اصلا. هو ده انا اكلها من الصينيه وهي كده عادي. انا بحب دي برضو الصراحه. بس يعني ما بحبهاش تبقى سايحه خالص يعني. بس بحب اللي هي تبقى اصل خلي بالك في فن اللي هو مكرونه بشاميل اللي انت تطلعيها الطبقات. يعني خلي بالك برضو يعني في ناس يقول لك لا انت كده عملتيها غلط. لكن لما تطلعيها تبان مكرونه لحمه مفرومه مش عارف مكرونه تاني ولا ايه. في ناس بيرصصوا المكرونات. والله العظيم بشوف ناس يعني. بيقعدوا يحطوا المكرونات كده جنب بعض يرصصوها كده عشان تطلع بقى الشكل اللي انت قصدك عليه. ما هو ده فن بقى. احنا داخلين من مرحله الاكل من مرحله في الفن. ده فراغ كده. لا لا انا مش مع الكلام ده برضو يعني. تبقى اذواق في الاخر يعني. وانت اللي انت عملتيها كانت حلوه الصراحه. كانت رائعه. احلى مكرونه بالبشاميل اللي كلتها. كانت حلوه يا ما تقولش كده. انت نفسك قلت ان هي جامده وفشيخه. ده ممكن يعني تعتبره كمايك. مايك. اهلا وسهلا. شرفتوا. اهلا وسهلا. شرفتوا. اتفضلوا. على فين يا اختي؟ ايه ده انتوا انستوا. دي الاغنيه الاصليه بتاعت المسرحيه ده بجد. اهلا وسهلا شرفتوا. هي بتقول لهم هي بقى بتقول لهم. هي مدرسه بتقول لهم اهلا وسهلا شرفتوا. فهم يردوا عليها يقولوا لها متشكرين على ايه وهي تقول له انت مش عارف حاجه. انا نسيت. انت نسيتيني والله. انت مش عارف حاجه. نسيتيني. ايه ده؟ الاغنيه بتاعت مدرسه المشاغبين. اصلا دي كانت في العيال كبرت. لا مدرسه المشاغبين والله. في مدرسه المشاغبين. مدرسه المشاغبين صح. هي هم بيقولوا لها اهلا وسهلا شرفتي. فهي بتقول لهم متشكره. فهم بيقولوا لها على ايه يا اختي. على ايه يا اختي. ده اكيد سعيد صالح ده. لا كلهم. دي اغنيه كلهم بيغنوها يعني متظبطه مش واحد لوحده يعني. فعلا. متسجله. دي اغنيه متسجله. هم بيغنوا بلاي باك.
زي ويجز ومروان بابلو. عايز اكلمك في موضوع بقى يعني مهم قوي. شائك. موضوع شائك. ماشي. وهو الناس اللي ما بتحبش تسأل الناس او اي حد عن اي حاجه، وقبل ما تقولي اي كلمه انا مش من الناس دي. خلاص ده انت اول الناس دي. ما انا عارف ان الموضوع ده هيجي عليها بمشاكل. انت اول الناس دي. لما نبقى في اي مكان مثلا اقول لك طب اسال حد، طيب يعني شوف كده، استني بس استني، وتلففنا الدنيا كلها عشان بس تتجنب ان انت تسال بني ادم. مش بتجنب حاجه، انا ببقى عارف اصلا. والله ما بتبقى عارف حاجه. لا ببقى عارف. ما بتبقاش عارف. ببقى عارف. حتى لو عارف انت بتصعب علينا الموضوع. يعني مثلا اللي احنا هنا، فاحنا بدل ما نروح كده لا انت بتخلينا نلف 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 عشان نوصل. مش بنلف ولا حاجه، انا ببقى عارف الطريقه ازاي، وعارف الماب معايا، وعارف مش عارف، ببقى عارف انا الكلام عارفه ده اللي انا بقوله ده، اللي بقوله لك ده كويس عشان بابا كده. طب ثواني، بابا نسخه منك. بابا برضو ايه، مثلا نبقى ماشيين في مكان اقول له بابا اسال طيب فين المكان اللي احنا عايزين نروحه وبتاع، ممكن نبقى واقفين عنده اصلا. هو بابا لا ما يردش علينا اصلا، ونفضل مكملين، بعد كده نكتشف ان احنا هنرجع تاني عادي. ما هو طب ده في الطرق. ده ليه بقى؟ في حاجات تانية ايه غير السبب؟ هل الكبرياء بيمنع ان هو لا يعني؟ يمكن بتبقى دي حاجه ليها علاقه بالكرامه، مش عارف، او بالكرامه. كبرت الموضوع قوي. اللي هو يعني مش هسال حد هيبان ان بتقللي مني، هيبان ان انا مش من هنا يعني. انت لو قلتي لي اصلا الكلام ده انت معناه ان انت بتقللي مني. عارفه لو جت مني انا، لو سبتيني مثلا لحد ما انا خلاص اتعب ويغلب حماري واتوه لا مش الدرجه دي، انا هروح اسال من نفسي. لكن من اول ما نوصل مكان اسال مش عارف. طب ما ليه؟ ما سهل على نفسي. ايه عليا؟ ايه علاقه ده بالثقه دلوقتي؟ ما اعرفش، ساعات بحس كده، بس انا مش كده يعني. انا بسال على فكره عادي. عمري اقول لك حاجه. طب يلا بينا ننزل دلوقتي واسال اي واحد على اي حاجه حتى انا عارفها. هتنزل في الحته اللي انت حافظها اصلا. عشان اثبت لك ان انا ممكن اسال عادي. انت اصلا بتوه في المبنى بتاعنا، انت بتبقى كل مره داخل رقم تاني اصلا. دي حاجه تانية. دي حاجه تانية. ما تدخليش دي في دي. غير الطرق، الناس اللي يعني بتكسل او مش بتكسل، ما اعرفش بيبقى ايه السبب. ما بتحبش تسال عن اي حاجه. يعني مثلا ما بحبش يسال عن سعر حاجه معينه. انا عن نفسي ما بحبش اسال عن سعر حاجه بصراحه. يعني بحس اللي هو لو انا سالت على سعر حاجه وما اشتريتهاش، حتى لو انا عادي مش عايزه اشتريها، بس بيبان ان انا مثلا يعني. ايه دي عرفت ان هي غاليه، دي رخيص، وهي مش قادره هي غاليه وانت رخيصه. فانا معيش فلوس، الناس بقى تبتدي تبص لك بصات كده ان انت فقير وبتاع وكده. ولما بتسال حد هو بيبقى متوقع ان انت هتشتري. ليه؟ ايه المشكله؟ انا بسال لمجرد المعرفه يعني. بحس ان دي حاجه نفسيه الصراحه، اللي هو عامه ان شخص الناس اللي ما بتحبش تسال عن حاجه دي حاجه نفسيه. حاله يعني. نفسيه، مرض نفسية. يعني مرض نفسي. يمكن والله مرض الاعتلال النفسي. ايه الهبل ده؟ اي كلام بيتقال وخلاص. مرض الاعتلال السؤالي. ايه الهبل؟ طب يعني ايه؟ عارفه انت ايه ده؟ ممكن تطلع حاجات خطيره في الاخر. يمكن، ما هو حاله خطيره. لا ممكن حاجه جسديه مش نفسيه. الاعتلال السؤالي، في حاجه اسمها الاعتلال السؤالي. ويعني ايه الاعتلال؟ الاعتلال يعني المرض، يعني عله جايه من عله بالظبط كده. ما انت فاهم اهو. انا بضرب اي. لا برافو شاطر والله. يجي منك يعني. يجي منك في الهبد. احكيلك حكاوي يا حبيبتي. ايه ده؟ والله كنت لسه عايز اقول كده. والله كنت عايز اقول كده عشان انت كنت لسه مشغل. بالظبط كده. بقول لك ايه، لو دلوقتي حد قال لك انا عايزك تمشي من المكان اللي انت فيه ده وتروحي تعيشي في مكان تاني انت وعيلتك وهديكي فلوس في المقابل، توافقي ولا لا؟ بوافق طبعا. عادي؟ بس على حسب المكان. ما هو على حسب، ما بالظبط كده. انت هتقول لي اروح اي حته يعني؟ لا، ما هي المشكله بقى ان يعني هقول لك القصه بكده تقولي انت ايه رايك. طوكيو عاملين نظام ان كل عيله بيدوها على كل طفل مليون ين. ما تفتكرش المليون ين ده رقم قليل. مليون ين ده يعني الحاجات هناك عندهم بالكام الف عادي. بالظبط. $6500 تمام على كل طفل، مقابل ان انت تمشي من طوكيو وتروحي مدن تانية شهريا. لا مش شهرين، هي مره واحده. يعني ولا ايه ده؟ لا، ويدوكي بقى ايه على حسب. في اماكن لما تروحيها ممكن يديكي ارض مجانا، يديكي بيت مجانا، مش عارف ايه الكلام ده كله. فايه رايك في الموضوع ده عامه؟ لو انت عايشه في بلد وقالوا لك امشي من المكان اللي انت فيه ده وروحي مكان تاني وهنديكي المبلغ ده، وممكن يدوكي ارض مجانا، اي حاجه بقى، توافقي ولا ما توافقيش؟ لو عجبني المكان. طب هو يعني هنا في حاله اليابان الناس معترضه اصلا عشان خاطر الاماكن اللي بيودوها لهم ما فيهاش اي بنيه تحتيه، ما فيهاش مدارس، ما فيهاش فرصه ان انت تلاقي شغل او كده. فتوافقي ولا لا؟ تريكي الموضوع ده. على حسب برضه يعني. انا هشوف مثلا ايه الاكسسبيليتي بتاعت المكان ده. لو المكان ده مثلا ما فيهوش مدارس، ما فيهوش حاجه، بس انا مثلا معايا عربيه
واقرب مدرسه مثلا يعني على بعد نص ساعه عادي. لكن لو اللي هو بقى مكان معزول تماما ما فيهوش حاجه وبتاع، اكيد كده كده طالما رحنا مكان زي ده اكيد لازم يبقى معانا عربيه. فلو في يعني اقدر اتحرك من المكان ده بسهوله وفي نفس الوقت اشوف المكان ده مثلا ايه المميزات بتاعته. انا بصراحه ما وافقش. ما توافقش؟ لا ما اروحش حتى لو المكان حلو. اصل حلو جميل، بس ما فيهوش اللي هو يعني ما فيهوش اي حاجه تخليني انجح. يعني لو ما فيه لو مكان بسيط، هما مجرد ان الدوله دي او المكان ده عايز يحل مشكلته على حسابي مثلا، لا مش هروح. لما تخلي المكان كله كامل متكامل بمدارسه، بان انا ممكن الاقي فرصه شغل، لان في الاخر مثلا انت شغلك هيبقى في مكان، ان كل البلاد كده دايما في محافظه او كل محافظه فيها سنتر معين هو اللي فيه كل الشغل كله. ايوه فانا اللي يوديني بعيد، حتى ما انت هتديني فلوس، ما فلوس هتخلص او اي حاجه. هو بيقول لك ممكن يديكي فلوس تعملي ستارت اب، او ممكن تعملي، بس مش كده برضه ستارت اب في مكان بعيد، ما هو برضه متعب بالنسبه لك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده جت منين دي؟ تشت ايه اللي تشت؟ صراحه لو المكان معزول تماما يعني ولا هعرف اشتغل. بص مش ولا معزول تماما. انا بالنسبه لي عامه ان انا ابعد من السنتر لمكان تاني، ده بالنسبه له مش موافق انا على الكلام ده الصراحه. طب خليك انت، انا اروح انا اقعد في مكان هادي كده وحلو. روحي انت تقعدي في المكان الهادي وانا اقعد اطحن واشتغل ويطلع عيني، وانت تقعدي في المكان الهادي، صح؟ اشتغل ريموت. حلو ده. يا ريت الشركات كلها ده اجباري، يبقى الناس كلها ريموت، ويبقى اللي مش اجباري والله فكره تصدقي يطلع قانون كده. انا بقول لك لو المكان يسمح ان انت تتحرك منه، يعني مثلا تروح شغلك بالعربيه بتاع عادي. طب انا معاكي للاخر هيسمح، خلاص ايه المشكله؟ لا بص، هي مش اللي هي قطم رقب اصله اللي هو ايه يلا دلوقتي ده مكان احلى وبتاع. لا انت بتعمل هي مش مميزات هنا ومميزات هنا، ودي اصلا ثواني لو دي حاجه انت بتدور عليها اصلا، فاهم؟ لكن لو انا مثلا راضيه تماما بمكاني ومبسوطه وعاجبني ومرتاحه فيه وكل حاجه متاحه حواليا وبتاع، طب ما هوافق ليه؟ لكن لو انا بقى اصلا مكاني اللي انا فيه مش راضي عنه قوي او مش عاجبني قوي، عادي هفكر هروح حتى على الاقل اشوف. انا شايف اروح اجرب. الناس اللي هتروح هناك هي الناس اللي مش لاقيه، يعني ما عندهاش فرصه قوي في المكان اللي هي فيه. ممكن يعني عنده اطفال، عنده 3 اطفال ولا حاجه، لو اخد على كل طفل فيهم $6500 وراح قعد بيهم في حته بعيده، هو مثلا ما عندوش شغل او الشغل اصلا مش بيوفر له يعني مرتب كويس، وهم هيوفروا له بيت، هيوفروا له ستارت اب او اي حاجه من الحاجات دي، اروح طبعا. لكن غير كده ما اروحش الصراحه. ما هو من الاخر هي حسبة بقى ايه مميزات. ايه حسبة بورما؟ بقول لك دي هي حسبة بورما. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هم الناس بيقول كده. ماشي. انت بقى بتحسب مميزات هنا ومميزات هنا وتشوف ايه الافضل ليك ولاسرتك. يعني الاسره الكريمه. وايه اخبار الاسره الكريمه؟ بخير الحمد لله، ولا بيسلموا عليك بجد والله؟ لا والله. سلم لي عليهم كتير يا ابني والله، يا ربنا يخليك ويخلي الاولاد. سلم لي على المدام كتير. ربنا يبارك لك يا رب. يا رب. مامته هي بسلامته سلامته مختار تاتا بساطة يا حماده. والله كان مسلسل جميل. يتربى في عزه حماد عزه نقولنا على الهوا ما تهزه. المسلسل ده من الاساطير والله، مش هيتكرر تاني. والله كنت بحبه قوي. والله العظيم. كل الناس كانت بتحبه، محدش كان بيحب. هي ماما نونا توفت صح؟ الله يرحمها. الله كانت ست محترمه كريمه مختار، معتز الدمرداش. عارف؟ ايوه انا عارف. انت ايه ليه ده قايمه بدور جوجل؟ حسنا. هل تعلم ان كريمه مختار ماما نونا مامة معتز حقيقيه لمعتز الدمرداش؟ ايه الام الحقيقيه دي؟ هي امه في الحقيقه، مش امه في اي حاجه تانية في مسلسل ولا مش امه في المسلسل يعني. امه الحقيقيه حقيقيه. في كم بقره او كم مواشي يعني في العالم عامه؟ كم مواشي؟ كم مواشي؟ اكيد كتير. كام؟ بس اضربي رقم يعني. 7 مليار. ايه الهبل؟ اكتر من البشر؟ لا طبعا. ما ياكلونا بقى احسن. اصل ليه؟ ما في الهند احنا اللي بناكلهم، مش هم اللي بياكلونا. ما في الهند اكيد في عدد ضخم لان هو بياكلوهمش هناك. ماشي، بس برضه مهما كان يعني هو في عامه في مش عارفه ليه عامله الاحصائيه على اساس الهند يعني. مش فاهم يعني رابطه الهند بالبقر عموما. هو فيها العالم كله فيه 1 مليار مش بقر، مواشي عامة يعني. ميكس بقى، بقر جاموس، بقر على جاموس على هبل على كل. هو ايه المواشي اصلا؟ مواشي بقر وجاموس صح؟ اظن يعني المواشي هي بقر والجاموس. هي ليه هو تاجر مواشي؟ تاجر مواشي. ليه مسمينها مواشي؟ عشان بتمشي. هي بتمشي. طب ليه ما بيقولوش مشاشي؟ مشاشي. مياشي. مواشي. هي مواشي. هي منطقية الصراحة. اسرع على اللسان. مواشي.
بس ازاي اخترعوها مواشي؟ نغاشي. جابوها ازاي؟ مواشي ممكن، مش عارف. مواشي، انت عارفه ان المواشي دي بتتكرع؟ ايه القرف ده؟ اه والله العظيم ايه بتتكرع. القرف ده؟ وان بسبب تكريعها ده بتطلع غاز الميثان. ميثان؟ بتطلع غاز الميثان، وده يعتبر بيقول لك 14.5% من من الجرين هاوس اللي هو الاحتباس الحراري بسببه؟ لا بسبب بتهزر. تكريع المواشي. بجد؟ 14.5%. ايه العبط ده؟ طب ما لهمش علاج ويقول لك للتكريع ده؟ بيقول لك ان الميثان ده اخطر من السي او 2 اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. ايه رايك في المعلومه دي؟ ايه المفاجآت دي؟ بالظبط. طب حد يعالجهم، يديهم دواء حموضه، يديهم ستروبتوكين، يديهم اي حاجه، يديهم اي حاجه، القرف ده. يديهم جافسكون، اي حاجه تعالجهم يعني. ليه كده؟ لا، ويقول لك ان اصلا صناعه الالبان والحاجات دي مضره جدا على مستوى العالم اصلا، لانها هي بقيمه 800 مليار دولار في السنه. بس مشكلتها ان هي بتمشي في سايكل معين، ان انت بتقطعي، الناس دي بتقطع من الغابات اشجار وحاجات كده، ما اعرفش بيستخدموها في ايه الصراحه. بعد كده بيكبروا، ليها علاقه بالمواشي، لما بيربوا بيها المواشي بياكلوا المواشي، بتاكل منها حاجه ما اعرفش. المواشي بياكلوا يا اما علف يا اما بياكلوا ذره. مش عارف، ما هو بيقول لك ان السايكل بتاعتها الفورست بيقطعوا حاجات واشجار ومش عارف ايه. ده اذا كان بيقطعوا في الاشجار عشان يعملوا ورق. خليني اكمل جمله على بعضها. هو في ايه؟ ممكن تديني ميتك؟ ليه؟ اصل انت ما بتشربش منها وانا عطشانه. انا بسيبها لان الحلقه طويله. انا عايزه اشرب. عندي دماغ. انا عايزه اشرب، اسيب الحلقه واقوم اشرب يعني؟ روحي. خلاص معايا جنبي ازازه. ما هي الميه جنبك اهي. ناسيه كنت فاكره ان انا هقوم. ليه ناسيه؟ ناسيه. عايزه اشرب عصير رمان. انا عايز اشرب عصير قصب. جيت على الجرح اقسم بالله. نفسي في عصير قصب والله. ليت حياتي اشرب عصير قصب في دبي وفريش يعني معصور حالا. طب ما نفتح هنا المشروع ده، ايه رايك؟ الفكره هنكسب من المصريين والله لوحدهم، وننشر ثقافه القصب. ايه المعصره هتجيبها ازاي؟ هنستوردها. ايه اللي موجوده في مصر إزاي؟ بس هنجيبها نستوردها. تكاليف. ايه بس؟ تكاليف ضخمه. تكاليف ليه؟ لا مش تكاليف ضخمه، هنشوف مستثمر. خلاص خلينا نشوف مشروع القصب ده ماشي. يمكن ينجح. الفكره بقى هتجيب القصب منين؟ هستورده مع المكنه. من الصعيد بقى. احلى قصب تشربه في حياتك في الصعيد وتاكله. ايوه ده الواحد كان ايوه يا جدع. ايوه اسكندراني. الواحد كان بيروح الصعيد ده يقعد بقى كده قدام البيت. ما تستني ان انت بايته في الصعيد، انت ما رحتش غير مرتين اصلا في حياتك. قرايبنا كانوا بيجيبوا لنا قصب سكر وحياة ربنا، قصب الصعيد بقى الاصلي بقى، وتقعد بقى كده تحس ان انت بصي كده الاول. ايوه. وبعدين بتحس ان انت مالك الدنيا وما فيها، وانت بتاكل القصب قدام البيت كده وفيو معبد الكرنك قدامك. ايه الهطل ده؟ اقسم بالله والله العظيم انت بتهبلي. اقسم بالله ما بهزر والله العظيم بجد. البيت اللي قرايبنا اللي احنا رحناه ده عند عم عصام، والله عم عصام وحياة ربنا رحنا وبيتهم ما شاء الله قدام كرنك. والله البيت كده، وبعد كده طريق عربيات رايح جاي، ومش اللي هو طريق كبير، حاره رايحه وحاره راجعه. مش لازم. والمعبد سور المعبد قدامك، فيو كرنك تمبل. وبيقول لك بقى ان الصناعه بتاعت الالبان دي خطيره بسبب السايكل اللي بتحصل دي، ان هي بتبتدي بالغابات وبعد كده بتعدي على ان هم كل حاجه وحشه بتبدا من تقطيع الغابات. بالظبط كده. بتربي المواشي، لما تربي مواشي كتير بيحصل تكريع اكتر، بيحصل ميثان اكتر، فالدنيا بتبوظ اكتر. ايه القرف ده؟ اعمل لك ايه طيب؟ هي دي يعني خلاص خرم الاوزون خلاص اكتفى من العوادم والسيارات واللي واقف له في زوره هو تكريع المواشي، وهي دي برضو اللي مؤثره فيه. ايه العبط؟ انت عارفه بقى ايه البتاع ده؟ انا ليه بنسى؟ انت عارفه ليه ايه هو العلاج؟ هم اكتشفوا عملوا علاج بيقلل شويه اكيد حاجه، بس في حاجه بتاعهم مؤثره جامد، هي العلاج مش علاج اساسي بس مؤثره جامد. تكريع البقر والمواشي. بالظبط كده. عارفه ايه هي؟ السيويد. يقول لك السيويد لما المواشي بتاكل سيويد بيقلل 80% من الانبعاثات التكريعيه دي. ثواني، السيويد ده اللي هو بتاع السوشي ده؟ السيويد. ايه القرف ده؟ سيويد اسبراجوبسس، اسمه اسبراجوبسس.
اسبراجوبسس. اسبراجوبسس. ما بحبش اشرب لبن من بقره جايه واكله سي ويد اصلا. سي ويد ما هتعرفي منين انت يعني؟ صح. مين هيقول لك اصلا؟ استهلك وخلاص. انت بتشرب يا معلم وخلاص. استهلك يلا استهلك اشتري واربع وخلاص. اشرب عادي. احنا اصلا ما نعرفش ايه موضوع الانبعاثات والتكريع ده، ما حدش قال لنا احنا اصلا عندنا حساسيه من اللاكتوز اصلا. ما انا مش فيه مالكش فيه. الايه اللي بيتكرعوا دول لازم نشوف لهم حل. محتاجين والله محتاجين نشوف حل للتكريع الابقار. شربوهم ماتشا، ايه رايك نخلص من الماتشا اللي في العالم كله؟ يمكن الماتشا تكون بتساعد، نخلص من الماتشا كلها وناكلها للمواشي. حاسه ان هي بتضر والله. ممكن تضر اكتر. ايوه اصلا انا شفت احصائيه مش احصائيه يعني، شفت حد بيتكلم عن ان الماتشا كترها غلط او شربها غلط اصلا. على فكره ما هو كل حاجه شربها يعني انت غلط. مثلا لو في اليوم شربت 2-3 قهوه عادي، لكن لو شربت 2-3 ماتشا ده غلط كبير بيأثر على المعده وكده. وبعدين يعني خلاص خنقتونا كفايه ترندات يا جدعان، كفايه ترندات. الناس بتوع ترند الماتشا يعني خلاص. متاكده ان هي مش بتعجبهم. والله انا متاكد ان دي طب انا عايز اسال سؤال بس ما عنديش دليل. انا سالته لك قبل كده السؤال ده. قبل ظهور الماتشا كانت الماتشا فين في العالم؟ كانت موجوده في الصين عادي وفي اليابان والناس بيشربوها عادي. وايه اللي نشرها فجاه بقى؟ في اندثار والناس بتشرب وعايشه حياتها طبيعي وعندهم مشروبات تانية. ايه اللي نشرها فجاه؟ ترند، هي زي ما كل حاجه كده ترند. كل حاجه بتطلع ترند. مين اللي طلع الترند ده؟ معرفش، اكيد في جهه مسؤوله عن اظهار الترندات في العالم. انا متاكد. انا حاسس ان الموضوع ده مؤامره بجد. في الفاشن يطلعوا لك ترندات. دلوقتي انا عايز ترند الماتشا، قبليها انا عايز ترند البيستاشيو، قبليها طلعوا لي ترند في واحد معاه حنفيه الترندات. حتى في الهدوم فاكر. دلوقتي ترندات البنطلون السكيني، بعد كده ترندات البنطلون الشارلستون، بعد كده بقى ترندات البناطيل الواسعه الباجي الكارجو. انا مع ان دي مؤامره اديها بقى ترندات. ليه؟ ما عايزين استهلاك. المشكله ان الناس بتبقى مقتنعه ان ده وبيمشوا ورا ما دي مشكله بقى. ما الفكره ان هو لو الحاجه حلوه ماشي، الواحد يحكم عقله. بس الماتشا دي لو طعمها حلو الفكره ان اللي معلش اصلا محروقه قوي من الموضوع ده والله. انا عارف الماتشا مضايقاك، محروقه قوي منه. الفكره ان انا يعني ما بقاش اللي هو ايه، ببقى حاطه 70,000 حاجه في الدرينك بتاعي، كوكونات ميلك وحاطه صوص فراوله وحاطه معرفش كوندنسد ميلك وحاطه واجي في الاخر اقول لك ده احلى مشروب ماتشا في الدنيا. الماتشا وانا اصلا مش حاسس بطعمها، انا حاسس بطعم الحاجات التانية كلها. انت حاسس بطعم الحاجات التانية والماتشا دي اصلا حاجه كده انت ممكن تكون الماتشا دي اللي منغصه عليك عيشتك ومحسساك ان المشروب ده مش كامل والله. ما هو دي الحقيقه. ليه اعمل كده في نفسي يعني؟ ما ممكن نفس الحاجات دي اشربها حد بيشرب نجيله يعني خلاص. بالظبط. عايز تعمل ما طبيعي لما هتشرب نجيله هتحط معاها 700,000 حاجه عشان خاطر ما تحسش بطعمها. شفت الفيديو بتاع الناس اللي بيقول لك اللي بيشربوا ماتشا وبعد كده لو خلصت منهم فجنبهم شويه زرع يروحوا قاطعينه وحاطينه في الكوبايه وشويه ميه مثلا من بحيره او حاجه يروحوا مالينها ويشربوا. يقول لك هي دي كده. وفي اخر يقول لك بنتكرع كتير ليه؟ انت عشوائي. انت اقعد سوى انتي اضرب العابي. لازم تقلب السيت اب. لازم متبقاش عمر. احلى 5 العاب بالنسبه لي انا. خلاص حاولوا تجس كده. جس. الله يرحمه حبيبي. حبيبي الله يرحمه. زمن الالعاب الجميل بقى والبي سي، وتصحي الصبح من النوم وتدوسي على الزرار حين لا كنا نشكي هما. انت عايزه تهبدي في اي حيث حين لا كنا نشكي هما. بالظبط كده. والله. الساعه 10 ايه الساعه 10 صباحا. 10 صباحا ده بتوقيت ايه ده ان شاء الله؟ الصبح بالليل. المهم احلى 5 العاب بالنسبه لي انا في ايام الصغر الجميله. وريني كنت بتلعب ايه. بس دول مش بالترتيب يعني، كلهم بالنسبه لي نفس المعزه يعني. ماشي. في لعبه كان اسمها رود راش. ايه ده؟ رود راش دي واحد بيركب على موتوسيكل ومعاه ناس تانية بيسوقوا وبيقعد يخبطوا بعض كده. ايه ده كده ويقعد يديله بالرجل كده. ده بجد كده ويقعد يعمل له كده بيديله كده. والله العظيم هي مسابقه، ولو ضربت كذا ضربه تقوم جايه واقعه. على فكره دي مشهوره جدا والكاركترز بتاعها مشهوره جدا. انا شفتيها تعرفيها اصلا. وريني. رود راش ولا رود راش؟ انا قلت رود راش صح، بس هي رود راش. رود راش هي دي. ايه ده؟ لا ما اعرفهاش دي. هي على البلاي ستيشن بس كان في منها على البي سي برضو يعني. انا كنت بلعبها على البي سي. ما تعرفيهاش بجد؟ انت برضو اكبر مني بسنتين يعني فممكن. مش عايزين هبل. ممكن ده فرق. مش عايزين كلام ملوش لازمه. ايه يعني؟ انا بقول لك مش عايزين كلام ملوش لازمه. انا بقول لك انت اكبر مني. مش عايزين كلام ملوش لازمه. ما انا بقول الحقيقه. ما تقوليش الحقيقه، قولي الكذب. ما اعرفهاش.
بس تمام. شكلها ممتعه يعني. خلاص حلو، انا ماشي. عايزه اركب موتوسيكل واسوق وادي واضرب الناس. بالرجل. عادي، انت تحب نفسي. العنف يعني. طيب تاني لعبه طبعا كان كل الولاد بيلعبوها هم صغيرين، كاونتر سترايك. مش عارف كاونتر سترايك؟ وريها لي كده. لا عارفه لا لا عارفه لا الاسم لا بس لا ما لا 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 لا. لعبتهاش. كاونتر سترايك في ايه؟ انت بتجيب حاجات انت غريبه. كاونتر سترايك وهاف لايف والحاجات دي كانت في هاف لايف السايبر. ايه بس؟ اهي كاونتر سترايك في ايه؟ اكيد شفتيها قبل كده. بتاعت الضرب دي كده. مسدسات عارفاها. وكلاشينكوف وحاجات كده. ممكن اكون لعبتها بس مش فاكراها والله. مش فاكره لا، اسمها. انتوا كنت بنات بحب العب مالكوش في انا الحاجات دي انا أكيد كنت يعني، بحب العب طبيعي الحاجات دي يعني. والله. ماشي. ايه على فكره انت كده بتقللي من الليست بتاعتي. لا مش بقلل يا عم، خلاص عادي ماشي. كل واحد تالت لعبه جي تي اي فايس سيتي بقى. جي تي اي فايس كده سيتي دخلتني في ملعبي. اظن انت كنت عارفاها. بعشق بصي اللعبه دي. بس مش الفايس سيتي، عارفه ان انهي واحده صح؟ 5 تقريبا يعني. جاتا 5. اللي هي دي اللي هو القميص بتاعه اللي هو ايوه بتاع اللي مشجر ده ولونه ايه ده، الاخضر ولا مش عارف ايه ده. ايوه ده كنت بعشق اللعبه دي. بنزر منزلك الدبابه مش عارف السي كان فيها انت عارفه الموضوع ده؟ فيها اكواد صح؟ لا مش عارفة؟ فاكراهم. بجد والله. ممكن اكون كنت بعمله بس بتدوسي مش فاكراهم. بنزر دي BANZER دي تنزل لك دبابه تنزل عليكي تموتك، يبقى انت خلصتي. قشطه جامد. في اكواد كود تاني اسمه سي كار حاجه كده، يخلي العربيه تعوم في الميه. ده عارفه ده كنت بعمله. ده كنت بعمله. الزرار بتاع بلس كان يخليك تطير. انا عندي سؤال. انت عمرك كنت بتدخل جاتا دي وتلعب تعمل مهمات بجد؟ لا انا كنت بخش تدخل تكروز بالعربيه صح؟ بدخل على الديسك تخش تضرب بترقص. الاول اخليه يرقص مع البنات وبعد كده اقوم جاي مموتهم مطرشه من الدنيا كلها. يلا حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. لا بس بجد انا في حاجه كنت بعملها في اللعبه دي، معرفش دي كانت عندي انا في اللعبه بتاعتي بس ولا عند كل الناس. لما بتدخل عربيه معينه تمام بتسمع اغاني اليسا شغاله في العربيه. انت عارف انا اكتشفت الموضوع ده ايه بقى؟ ان ده اصلا يعني جوه الفايل بتاع اللعبه. ايوه الاغاني دي محطوطه. انت بقى لو زودتي اغاني هتشتغل برضو. ده بجد. والله انا جربتها. لا انا كانت بقى دايما الاغنيه بتاعت بستناك بتاعت ايوه دي مش بستناك. ايوه انا كنت بتبسط قوي. العمر كله حبيبي معاك. دي الاغنيه دي كانت اتشهرت بسبب الاغنيه دي مش بسبب ايوه انا كنت بدخل بقى العربيه دي واقعد بقى الف وكانت دي متعتي بقى في اللعب. بس ولا لا دي لعبه عالميه الصراحه. يعني ما افتكرش ان في ناس كانت بتخش تلعب بجد يعني. لا خالص، لا مستحيل طبعا مفيش الكلام ده. ورابع حاجه معايا انا اخترتها هي كانت نيد فور سبيد موست وانتد. دي اللي هي 2 تقريبا. موست وانتد اللي هي 2. ما انا مش عارفه الصراحه السيزونز بس انا كنت بحب نيد فور سبيد برضه. هي الناس عارفاها يعني موست وانتد اللي هي فيها العربيه اول حاجه فيها عربيه بتبتدي بيها الBM اللي هي الزرقاء ومخططه كده من الجنب ابيض. اللعبه دي كنت تحسي ان انت بتندمجي جواها كده اللي هو هي دي يعني. لعبه بصراحه فظيعه صوت عربيات وبجد كنت طفل بس تحسي ان انت شخص كبير، انت متحكم مسؤوله معاكي عربيه مسؤوله منها وعماله بقى تغيري في عربيات وتشتري في عربيه. دي احلى حلم كل شاب يبقى معاه فلوس حياته. حلم كل شاب وكل فتاه. انا كنت بحب قوي الالعاب دي وهي بتبدا عارف الدخله دي عارف بيقولها ازاي؟ EA Sport. ايوه هو بيقعد يقول كده فعلا. الراجل ده مشهور جدا على فكره. الناس بتقول له اعمل لنا نفس الصوت بتاع زمان ومش عارف بتاع زمان. هو راجل عجوز دلوقتي اكيد. بس واخر حاجه معايا في القائمه وهي لعبه اسمها في كوب اللي هو الكوب اللي هو الشرطي. كعكه الشرطي. اللي هو كعكه الشرطي. ايه كعكه الشرطي؟ كوب كيك. عارفه اللعبه اللي هي اللي بيقعد الناس اللي بتطلع يقعد يعمل كده. ايوه ده كنت دايما بضرب الناس اللي معايا والناس كلها بتضرب الناس يقعد يقول كل شويه ريلود. هو ده. اللعبه دي جامده جدا. دي كانت جامده بالظبط. دي لعبه رقم 5 معايا النهارده. قولي لي بقى انت ايه اكتر 5 العاب بتوع زمان ايام الPC والساعه 9 صباحا انت بتحبيها؟ كلاو. انا كنت بعشق كلاو دي الصراحه بجد. وبجد في مراحل من صعوبتها خلاص انا يعني كنت بفشل ما بعرفش اعديها. بس كنت بحب بقى الاكواد بقى. فيها اكواد دي؟ انت ما تعرفش؟ لا دي ما اعرفش. كان في كود CMPKY حاجه كده برضو. يقعد يديلك بقى حاجات انا كنت بلعب بمجهودي كل ده وما اعرفش ايه ويخليك قوي ويخليك انفنسبل يعني مهما حصل ما بتموتش. لا بس ده مش لعب ده. ليه يا عم؟ والله العظيم كان جامد بيخليك بقى تختبر مهارتك بقى. ماشي. كلاو. وبالنسبه لي في لعبه عشان اللعبه دي هقول لك اسمها مضحك قوي.
هي في الواقع اسمها neighbors from hell. ايوه بس في الواقع ازاي تخرج كيف تخرج عم هاني. عم هاني معرفش دي كانت ازاي. لا كيف تخنق جارك. كيف تخنق جارك. هم أيوة. بيكتبوها كده حتى. أنا تشتري جهاز الكمبيوتر اللي كانت مكتوبه كده كيف تخنق جارك. انا بقى معرفش ده عندي انا بس الكمبيوتر بتاعنا كانت مكتوبه كيف تخنق عم هاني. انا ازاي نسيت احط اللعبه دي والله، دي اسطوره. انا معرفش ازاي بجد. انا كنت بعشق اللعبه دي. اللي بعدها كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. تهور بقى وسياقه سياقه وتلف وتخبط في الناس، وفي الاخر الشخص هو نازل يشتمك يا اما ينط ويديك صفر. ايوه. لا ساعات لو انت بهدلت الدنيا خالص في نص السكه تلاقيه بيروح نط وسابك. انا كنت بحب اللعبه دي قوي الصراحه. اي سي تاور. اي سي تاور بحبها قوي. ده كده العبيط ده اللي يقعد ينط بقى كده بجد. كنت بقضي وقت طويل قوي في اللعبه دي. انا الزرار بتاع السبيس كان بيموت من ايوه لا ابوس ايديك. في ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ اتحمست شويه فجامده الصراحه. في ايه يا عم ما تسيبها بقى. استنى عشان البطوط. كانت جامده الصراحه اي سي تاور. اللعبه اللي بتيجي في كل الكمبيوترات اصلا سوليتير. انا كنت بحب اللعبه دي قوي. ايه ده؟ انت طفله معقده يا ماما. لا والله كنت بحبها بجد. بحب سوليتير. ايوه لعبه جميله. سوليتير بيلعبوها اللي هم فوق ال60 مثلا او حاجه شبه كده. انا عمري ما فهمت سوليتير دي بتلعب ازاي. انت عارفه لما كان يبقى في مشكله في الكمبيوتر، في مش عارف في اي حاجه وما قداميش مش شغال، ما قداميش غير السوليتير، بفتحها بحاول افهم هي بتلعب ازاي. مش فاهم. هم بيحطوا الحاجات تحت بعضها. ايوه انت المفروض تحط. فاهم يعني. اللعبه دي لغز بالنسبه لي. المفروض تحط 1 1 1 2 2 2 اربعات بقى 3 4 5 9 8 7 مش عارف. ايوه ما هو من تحت لفوق بقى يعني. قصدي دي الترتيب الارقام. بس انت طبعا عشان تحط لازم تحط من الكبير للصغير. يعني مش فاكره بالظبط الصور كانت ايه. ولد بنت شايب تقريبا. بعد كده بقى ايه 10 9 8 7 6. ايه الممتع بامانه والله. ايه الممتع؟ هي الفكره بقى ان انت مش بيبقى سهل بالنسبه لك ان انت ترتبهم، وفي زرار تحت كده اللي هو تدوس عليه يروح موزع لك الاوراق بقى على كله. جامد. بس دول الخمس العاب. تعرف كنت بفتحها عشان اسمع الصوت ده. دايما وقوم جاي فيها تاني خلاص. بس دول الخمس العاب بتوعي يعني حلوين. اكتر 5 انواع فيديوهات الناس ما تقدرش تقاوم تتفرج عليها. ما تقدرش تقاوم. ما تقدرش تقاوم. كلهم اي؟ لا ولا واحد فيهم اي. ولا واحد فيهم؟ ولا واحد. حاجات هدخلك في سكه ايه اللي هو حاجات بتتفرجي عليها بتحبي تتفرجي عليها. ساتسفاكتوري كده. هقول لك ساتسفاكتوري يعني كده. افتكري بقى ان احنا يا عم بقى بالراحه بقى. قلبت لنا السيت اب ده. منوش فايده والله. انا هرميه في الزباله. الاصفر ده هرميه. لا ما ترميهوش. ايه ده؟ منوش فايده. انا يعني اتوقع الفيديوهات اللي انا بحبها مثلا اللي هو بتاع الترتيب بتاع التلاجة الريستوك. هو ترتيب الادراج بتاعه التلاجة ده موجود معانا في القائمه. ايوه بتاع الريستوكينج ده اللي هو يروحوا يشتروا حاجات قد كده ويلا بيقعدوا. هو ده حاجه تانية. بس يعني ترتيب الادراج عامه النوع بتاع ترتيب ادراج منعكشه او ادراج بتمليها او حاجات شبه كده. ده موجود رقم 5 في القائمه. ده ما بقدرش ده. لو شفته خلاص كده. الحاجات كلها معروفه الصراحه. لو ساعدتك فيها هقولها لك على طول. بس في واحده فيهم صعبه واللي هي رقم 1 في القائمه، وهي الفيديوهات بتاعت الناس اللي بيجي لها انت ما تعرفيهاش بس حد بيقول لهم خبر مفرح وتشوفي رد فعلهم عامل ازاي مثلا. او شبه الفيديوهات بتاعت لما حد راجع من الجيش مثلا ويصوروا الحاجات دي. حد راجع من سفر بعد في منديل واقع. كان في منديل واقع على الارض لما التكييف يشتغل بيتحرك افتكرت في حاجه. انت نظرتك اصلا رعبتني. ايوه انا اترعبت افتكرت في حاجه بجد. استغفر الله العظيم. تمام زي ما احنا ماشي. فلما حد مثلا راجع من السفر ويجي له فجأة ويتصور معاه. او عارف الفيديوهات بتاعت اللي هو الناس قاعدين ومستنيين خبر القبول من الجامعة ده برضه. مثلا هي الحاجات دي بقى الناس غريبة بيجي لهم اخبار حلوة. فهي دي من انواع اللي انت عايز تتفرجي عليها ما تقدريش تقاوميها. طب قول لي كاتيجوري مثلا حد بيعمل ايه مثلا. ما لو حد بيعمل ايه ما هي دي الاجابة. طب بيعمل فين؟ فيديوهات الاي اس ام ار بانواعها كلها دي معظمها الناس ما بيقدروش يقاوموها. انا بتخانق قوي من الفيديوهات دي صراحه ما اعرفش ليه. نعم بشوفك كنت تتفرجي عليها. زي ايه بقى؟ حاجات اللي هي دايما صوتها بيبقى عالي
مش عارف يقعدوا يحطوا حاجات، يعملوا حاجات بصوتها كده، الصوت اللي هو زي المايك يكون لازق في الحاجه ده. مش كل فيديوهات اللي هي الاسمر الأسمر. كل فيديوهات الاسمر حسن الاسمر ما بحبهاش الصراحه. تحبهاش؟ بحسها irritating مش يعني مزاجك، الناس مستفزة. بتحبها براحتك، انت مش عايزه تحبيها ما تحبهاش. ماشي براحتك. انا بتكلم عن مع نفسي. السلامه ايه. انا بتكلم ايه عن اللي ما نفسي. بحبهاش يعني؟ انت دي وزير قايمة يا ماما. الدفاع بتاع دي قايمه يا ماما، دي ASMR. قايمه، دي قايمه، مش معنى انا ما بحبهاش ان انا اشيلها لك خلاص يا يعني. عم انت بتدافع عن القايمه كده ليه كانها من معرفش، بقيه بس اهلك؟ ليه ما ايه ده؟ بحبهاش؟ ده حاجه غريبه يعني. المهم دي موجوده في القايمه. ها ايه تاني ممكن يكون موجود في القايمه؟ ASMR. فيديوهات التنظيف، تنظيف السجاد، تنظيف هو ده. البيوت عامه، الستات اللي بتعمل الفيديوهات بتاعت التنظيف البيت، يلا تعالوا تنظفوا معايا السجاد بقى، طبعا دي اشهر حاجه موجوده. يوم الجمعه بالظبط. ويقعدوا بقى واول حاجه بقى بنفضي الرخامه. انا مش فاهم الناس بتتفرج على الحاجات دي ليه؟ ونمسح وننظف. ليه واحد يتفرج على حاجات شبه كده؟ ما قوم نظف يعني، مش لازم تتفرج، قوم بس أنا نظف لايف. انا قريت حاجه بتقول ان السبب الحقيقي ان الناس بتتفرج على المواضيع اللي شبه كده حاجه ليها علاقه بالمخ، ان هي مخك بتشوف لما نفسها في التنظيف ده يعني مخك لما بيتفرج على الحاجات اللي شبه كده بيبقى ساتسفايد، فمش بيقوم هو ينظف بقى، فخلاص لا تمام. بطلوا فرجه وقوموا نظفوا. ايه عفاية لا بطلت، ما هو انت مخك هيقول لك لا ما عايز اتفرج مش هنظف، وانت هتقولي اه تمام هختار هفرجك على اللي انت عايزه، اختار الحاجه السهله بالظبط كده. ففيديوهات التنظيف موجوده في القائمه، فاضل لك حاجه واحده بس. فيديوهات تنظيف البول. لا ما هي كلها تنظيف بقى خلاص، انا قلت كل ده في التنظيف عامه. حاجه بتتعمل في البيت ولا بره؟ لا مش هتعرفي. حاجه تانية موجوده في القائمه وهي الترانسفورميشن، لما حد بيجيب حاجه يحولها لحاجه تانية. كل فيديوهات اللي ليها علاقه بالحاجات دي برضو الناس ما بتقدرش تقاومها. الحاجات اللي هي القديمه دي وبايظه مثلا ويجيبها لك بقى ايه، يطلعها لك جديده لك. في واحده بشوفها بتعمل فيديوهات اللي هي بتلم الحاجات من الزباله، الحاجات اللي الناس رمياها تاخدها تجددها ومش عارف ايه، اي حاجه ليها علاقه. بحب اعرف دايما في فيديوهات كده اللي هي بتبقى حاجات قديمه ومصديه، يعني مثلا في مكنه بتاعت القهوه دي اللي هي بيطحنوا بيها القهوه القديمه دي ومصديه، وبص يعني تقول تترمى في الزباله. يجيبها وبيعمل بقى يعني كل الصواميل والحاجات دي. هو ده بالظبط، ويرجعها كانها جديده. هو النوع ده بتبقى تحفه الصراحه، يعني ما حدش بيقدر يقاوم. صح. انا عن نفسي ما بقدرش اقاوم. اكتر 5 حاجات مقززه اكتر من الحمامات العامه، انا عايزك تروحي بخيالك. انا عارفه حاجه منهم. منيله. انا عارفه حاجه منهم. ايه؟ التليفون رقم دي اول حاجه. التليفون رقم 4 في القائمه. بيقول لك ان التليفون ده فيه 10x بكتيريا اكتر من التويليت سيت. طبعا دي حاجه اكيده، لان التليفون ده يعني شوف انت بتلمس كام مكان وانت بره، وبرده بتمسك التليفون تمسكه وبتخش بيه الحمام وانت بتنظف التليفون. هاو اوفن بتنظف التليفون بتاعه اصلا يعني خالص. بالظبط كده. تحس ان انت مثلا كل كام شهر كده اللي هو ايه يعني، يبقى كتر خيرك تفتح التليفون وتمسحه بقى من ورا وتشيل التراب وبتاع. انا بعمل كده عن نفسي يعني. انت شخص نظيف. محتاجين ننظف التليفونات اكتر من كده. ماشي، دي رقم 4 في القائمه. كراسي والترابيزات لا الحاجات دي بالنسبه للحاجات اللي معايا انضف. طب حاجه ليها علاقه بالاكل. رقم 5 في القائمه السبونجه بتاعه الكيتشن. سبونجه المطبخ دي بيقول لك من اكتر الحاجات المقززه في الدنيا، واللي لازم تتغير من كل يوم كل 3 ايام بالكتير قوي لازم تغيريها. كلها بكتيريا طبعا. كلها بكتيريا اصلا البتاعه دي خطر عشان بتطلع مايكرو بلاستكس في الحاجات وكده. طيب حاجه تانية بتساعد في الاكل، ثواني، الكاتل. لا طبعا، ايه اللي يجيب الكاتل؟ الكاتل مقزز والله. مقزز ليه؟ مقزز دايما بيبقى فيه اللي هو القشر الابيض ده كده جوه. لا بس مش بكتيريا يعني، حاجه انت بتاخديها معاكي كل يوم الشغل. طيب لانش بوكس. ايه المقزز في اللانش بوكس؟ مش عارف ايه الذكاء ده. الازازه بتاعه الميه. الازازه بتاعه الميه ريوزبل دي دي رقم 1 في القائمه، وهي من اكتر الحاجات برضو اللي بيبقى عليها فيها بكتيريا بسبب ان الناس يعني بتسيبها فتره طويله مش بتنظفها، او ساعات ممكن زي ما بيحصل معانا كده بتحطي حاجه فيها لبن او بتاع تبقى عايزه تتغسل غسله كويسه، فدي من اكتر الحاجات اللي فيها بكتيريا. دي حاجه مقرفه. ايوه فاضل لك رقم 3 في القائمه ورقم 2 في القائمه. اكل وشرب برضو حاجه ليها علاقه بالاكل والشرب. لا حاجه ليها علاقه بالبيت بقى، الاثنين ليهم علاقه بالبيت. المكنسه. لا. الموب. لا. حاجه احنا بنعملها. حاجه مشهوره قوي ان الناس في اسيا مش بيعملوها. الشاور. لا
ان هم بيخشوا بيوت من غير الجزمه، آه. يلاقوا الجزم بره. انا بكره حوار ان حد يخش البيت بالجزم ده بالظبط. الصراحه بس حاجه مقرفة. عامه في ثقافات كتيره في ناس بتخش في الجزم في البيوت عادي، وده اكتر من اكتر الحاجات الخطر اللي ممكن تحصل. ايوه عامة. طبعا، انت شوف انت دايس في ايه في الشارع، بلاوي بلاوي سودا وجايبها هنا. وتخيل بقى لو في اطفال كمان في أطفال. البيت دي كارثة وبيزحفوا دي بقى. مثلا او حاجه. ايه ده ايه ده؟ لا، فدي من اكتر الحاجات الخطر. فاضل لك حاجه واحده كمان ودي علاقه بالبيت وبالسرير. المخده. مش المخده، هي الملاية. الملايات اللي مش بتتغير كتير او مش بتتغسل باستمرار. من اقذر الحاجات من اقذر الحاجات اللي ممكن أقذر حد يعمل. الحاجات. اقذر الحاجات. طب ادخلك بقى في ليست تانية بقى. حاجات مقززه بس في نفس الوقت طلعت ان هي مفيده. 5 حاجات، تفتكر ايه هم؟ مش قادره اربط الصراحه ما بين مش قادره اربط ما بين حاجه مقززه وحاجه مفيده في نفس الوقت. يعني. اساعدك برقم 5. ساعدني. لما الشخص يعمل بيبي وهو بيستحمى، تمام؟ لما يعمل بيبي وهو بيستحمى ده مفيد جدا، لان كده كده هو بينظف كل حاجه، وفي نفس الوقت مفيد ليه بقى؟ عشان بيوفر كميه ميه كبيره جدا على مدار السنه. لو الشخص بيستحمى مثلا مره في اليوم او كده، وعمل حمام وهو بيستحمى، حكي ليه؟ انا بتكلم في حقائق. نمبر كام؟ اكيد نمبر 1 مش 2 يعني، مش ما انا مش عارفه الصراحه قصدك ايه. لا نمبر 1 بي لو عمل كده هيوفر كميه جالونات رهيبه من الميه. ايه القرف ده لا حاجه مقززه. مش مقززه. انا حاجه مقززه. انا حاسس ممكن، مش عارف انا مع الموضوع ده الصراحه. معاه ايه بس؟ ايه القرف ده؟ ما هي كلها ميه نازله. طب والسبلاشز والقرف ده؟ ما تدخلنيش في تفاصيل. ما هي التفاصيل هي اساس الموضوع. خلاص جري الموضوع ده. ايه القرف ده؟ ايه تاني تفتكري؟ ده لسه دي اهون حاجه معايا. يا تيجي على دي مقروفه قوي. لا ما اعرفش الصراحه، مفيش اي حاجه في دماغي. اديني هنت مثلا. طب هديكي حاجه سهله يعني بسيطه. ماشي. ان انت ما تغسليش شعرك كل يوم. طبعا. مين مجنون يغسل شعره كل يوم؟ في ناس بتغسل شعرها كل يوم بيفتكر ان هو كده متنضف وبتاع. بيقول لك ان شركات الشامبو كمان هي اللي بدات حته ان لازم تغسل شعرك كل يوم أكتر. عشان خاطر تستهلك شامبو اكتر. بس في الحقيقه ان طبعا الزيوت والحاجات دي كلها الزيوت الطبيعيه بتاعت الشعر كده، ده الشعر يتدمر ده لو بيتغسل كل يوم. بالظبط. فغسيل الشعر كل يوم محدش يفتكر ان دي حاجه حلوه يعني وانا كده نضيف وكيوت. والميه عموما نفسها حتى لو من غير شامبو غلط برضه. بالظبط هنعمله بالظبط. خلاص بالظبط. اهدى. فاضلك 3 حاجات. هي حاجه، بصي، 3 حاجه معانا اللي هي لما حاجه بتقع منك على الارض في حاجه اسمها 5 second rule. اللي هي لما بتقع منك لو اخدتيها في خلال 5 ثواني ده كده تمام تقدري تاكليها. لو عديتي 5 ثواني خلاص ده خلاص. بس ده طلع الكلام ده غلط. بيقول لك على حسب الستيكنس بتاعه الحاجه نفسها. لو الحاجه نفسها ناشفه، لو وقعت في الارض لحد حتى 30 ثانيه ممكن تاكليها عادي. لكن لو الحاجه اصلا من الحاجات اللي هي مرطبه، حاجات ملزقه وكده، زي مثلا فاكهه او حاجه كده، حاجات شبه كده، لا دي ما ينفعش تاكليها خالص. طالما وقعت على الارض شغله ثانيه واحده ما تتاكلش تاني. دي خلاص دي وقعت لمت التراب والجراثيم وعملت حفله. البكتيريا عملت حفله فيها. بالظبط كده. فدي رقم 3 في القائمه. احنا الصراحه لا، الافضل اي حاجه تقع ما تتاكلش احسن يعني. بس لو حاجه ناشفه اقول لك عادي ما فيهاش مشكله يعني. شيبسايه مثلا. اشمعنى الشيبسي؟ ما اعرفش. نفسك في شيبسي صح؟ لا دي الحاجه الناشفه اللي جت في بالي دلوقتي. هقول لك حاجتين. هو سايب لك يعني رقم 1 في القائمه لاخر حاجه تاني في الاكل مثلا. لا حاجه هتنصر كل الابناء على كل الابهات والامهات. لعب بالتليفون. لا، ان انت توضبي السرير بتاعك. لو ما وضبتيش السرير بتاعك ده احسن لك. ليه بقى؟ لو وضبتي لو انت نايمه تمام بينزل من الجسم عرق والرطوبه والبتاع والحاجات دي كلها على السرير وعلى الشيت بتاعت السرير. طيب لو انت عملتي ظبطتي السرير بتاعك تمام وفردتيه وشدتيه وكده ده بيحبس الحاجات دي كلها. لكن لو فضلتي سايباه كده ده هيخلي لو انت عملتي اقل تهويه، التهويه هتخش وسط الشيت ووسط الحاجات دي، فهتعرف تقلل من الكلام ده كله. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ تصدق انا غلطان. كل يوم تعملي السرير. القايمه دي غلط اصلا. لا مش غلط. والله صح يا عم. ازاي يا عم؟ يعني انت مثلا اللحاف او كده متكربس كده في بعضه تمام. فين التهويه اللي هتدخله بالمنظر ده؟ عشان هو متكربس معمول كده يعني معمول كده. انت فاهمه انا بقول ايه ولا مش فاهمه؟ لا مش فاهمه والله العظيم. هي فعلا لوجيك. انا اول ما بس كنت بجهز للموضوع ده حسيت ان الموضوع مش لوجيك، بس بلا حطيته في دماغي لقيته فعلا
انت لو حطيت العرق والرطوبه والكدح والرطوبه والحاجات دي كلها، لو ظبطت السرير حطيت الملايه رحت فرشها جامد وحاطه الغطا عليها رحت عاملاه، كل ده بيحبس الكلام ده، فده بيعمل الجو نفسه بيبقى البكتيريا كويس. لكن لو فضلتي سايباها زي بكتيريا كويس الجو بيبقى بكتيريا كويس. لكن لو فضلتي سايباها زي ما هي الحاجه يعني عارفه فلافي كده، الهواء هيخش فيها من فوقيها من تحتها من في النص كده، فهيقلل من الكلام ده كله. انا بتكلم مين؟ انا بتكلم مع مين اصلا؟ الناس تنظف سرايرها، بلاش القرف اللي هو بيقوله. طيب اخر حاجه معانا وهي اكتر حاجه معاها مين؟ اكتر حاجه مقززه معانا، تفتكري ايه؟ الحاجه اللي علاقه اللعب في المناخير ايه القرف ده؟ اللعب مع الكبار. اللعب في المناخير بيقول لك ان انا اسف ان انا هقول لك الكلام ده، بس فضل. يعني المناخير نفسها والحاجات اللي بتبقى في المناخير في ناس بتحطها في بقها دي حقيقه لازم نعترف بيها. في ناس بتحطها في بقها، وبيقول لك ان لما انت بتحطي الكلام ده في بقك تمام، في ماده كويسه جدا ومفيده جدا ضد البكتيريا اللي موجوده في الاسنان. ايه رايك في الكلام ده؟ ده كلام مقزز بشع. خلاص الغوا بقى دكاتره السنان، الغوا الطب وروحوا بقى حطوا اللي بتطلعوا من المناخير. بيقول لك ان نفس الحاجات اللي بتتحط في البق دي مفيده لجهاز المناعه للجسم، لان فيها حاجات بتمرن جهاز المناعه فمفيده. روحوا خدوا مكملات، خدوا ادويه. ايه ده؟ وليه؟ ليه مكملات؟ ما خلاص حاجات طبيعيه. بس بلاش قرف اوعى تقول الكلام ده. انا قلت خلاص، ما انا خلاص قلت. بس الكلام ده ممكن يبقى حقيقي. ممكن يبقى حقيقي. لا مش ما اظنش. ده قرف. دي كانت اخر حاجه معايا في القائمه الجميله دي. جميله، وهي جميله فعلا. انا عايز الناس كلها تمشي ورا القائمه دي. اوعوا حد يمشي ورا القائمه المقززه دي. طيب ايه هي هي اغبى 5 كائنات على وجه الارض؟ الكسلان رقم 4 في القائمه. والله العظيم الكسلان ده ما بيعرفش يبروسيس الحاجه. ساعات بيفتكر ان ايده هي جذع الشجره، يقوم جاي ماسكها كده على سن جذع الشجره، ولما يقربها منه يفهم ان دي ايده. فالكسلان رقم 4 في القائمه. بقلده. نفسك تبقى كسلان؟ نفسك تبقى كسلان؟ ايه تاني؟ البطريق. لا البطريق ذكي جدا صح. ايه العوض ازاي؟ يعني مش ناقص تقولي الاوركا. يلا ماشي بالعكس. الاوركا اذكى كائنات. بصراحه حاسه ان انا كل الكائنات اللي بتيجي في بالي بحس انها ذكيه. قولي طب كائن بحري طائر. في منهم واحد كائن بحري. الدولفين. لا انا مش عارفه ايه الغباء ده. يا نهار اسود، انت بتجيب اغبى كائنات في العالم. اغبى كائنات في العالم. ده الدولفين بيقول لك. انا حاسس ان انا هقول حاجه هحطك في القائمه. في ايه؟ ده الدولفين بيقول لك خطف واحد وخلاه يبني مدينه تحت البحر، وانا بقول لك الموضوع ده بجد حقيقي؟ تفتكر جيرالد ده هبل؟ مش عارفه الصراحه. انا مش مصدق الموضوع ده. شايفه الناس بتعمل فيديوهات كتير بتقول لك ان الموضوع ده حقيقي. لا يعني عشان الريتش بس. بتلاقي ريتش. لا والله بيقول لك كومنتات ايه ده، هو ريتش واقع ولا ايه؟ ممكن، بس لا ممكن يكون حوار اتوقع عادي. والله في قناه في كرتون زمان كان على اي ار تينز اللي هو اسمه فيليب ومش عارف ايه. ده كان دولفين وولد في قبيله ومش عارف ايه، ومتصاحب على دولفين وبينزل معاه وعلمه ازاي يتنفس في الميه وكده يعني. لا بس ده في الكرتون يعني. في الكرتون؟ في الكرتون. ماشي. رقم 5 في القائمه وهو الباندا، من الاغبى الكائنات. تصدق لما بفتكر فيديوهاته كده بحس بيقول لك انت عارفه ان سبب انقراض الباندا اصلا بسبب غبائه. عارفه الفيديوهات اللي على طول بتطلع وهو قاعد فجاه واقع. ايوه مقلوب كده ينام على نفسه ويتقلب. انقراض الباندا بسببه هو مش بسببنا احنا، ودي قليل قوي لما بيحصل حاجه شبه كده. وان البني ادمين بيصرفوا ملايين مقابل ان هم يحاولوا يحافظوا عليه عشان ما ينقرضش. اقول لك على حاجه تانية، الباندا غبي لدرجه انه مش فاهم يعني ايه تزاوج اصلا، وانه عشان بيعلموهم ازاي بقى ان هم الموضوع التزاوج ده بيفرجوهم على حاجات اللي ليها علاقه بالموضوع ده للباندا، او بيعلموهم هم ازاي يعملوا الكلام ده من كتر ما دماغه مش قادر يستوعب ان في حاجه اسمها كده. غبي اصلا غبي بجد يعني. فالباندا من الحاجات الاغبيه يعني.
كده فاضل كام حاجه؟ فاضلك واحد احنا قلنا الكسلان والبامبا. فاضلك 2 3. في كائن بحري موجود. سمكه ما هو كائن بحري هيبقى ايه يعني؟ بقره؟ سمكه البافر فيش. بافر فيش؟ لا، في سمكه اسمها ذا اوشن سان فيش. السمكه دي عريضه كده وكبيره. بيقول لك ايه بقى؟ لو شافت قرش جاي عليها يلا انا رايحه. لا، هي ما بتعملش حاجه اصلا، هي بتفضل ماشيه. طب لو عضها برضه ما بيحصلش اي حاجه، ما بتقاومش نهائي. هي هدفها الوحيد او سبيلها الوحيد للنجاه ان القرش ده يكون اصلا مش جعان. فدي الحاجه بالظبط، دي الحاجه الوحيده اللي هتخليها تنجو من الخطر. غير كده هي ماشيه غبيه لدرجه ان هي مش بتقدر تبروسيس اي حاجه حواليها، هي مجرد ماشيه وخلاص. على الله. ازاي بتعيش او ازاي بينتشروا من غير ما ينقرضوا؟ ان هم بيعتمدوا على ان هم ممكن بيبيضوا 300 مليون بيضه، وبيعيش منهم ممكن 1 أو 2 أو 3 بس. ايه العبط ده؟ ماشي. فاضل حيوانين. حيوان ولا طائر؟ في طائر. بس انا ما اعرفوش قوي الصراحه، ولا انت هتعرفيه، فانا هقول لك عليه. هو الطائر ده اسمه الكاكابو. ده بغبغان، الطائر الوحيد المفروض من الحاجات اللي بيطير، بس هو ما بيطيرش. بس انا قريت ان هو ما بيطيرش بسبب ان يعني كان عايش في جزيره. تمام. حاسه اني سمعت القصه دي بس. عايش في جزيره ما فيهاش حاجات كتير بتصطاده او كده، فبيكسل يطير، فما بقاش عنده ديفنس ميكانيزم، يعني ما طورش. ما عندوش ده اللي انت غصب عنه ده يعني. بالظبط. فجسمانيا يعني ما بقاش عنده القدره ان هو يطير، وتعود على كده، فما خلاص ما بقاش يطير. بس هو بيقول لك غبي لدرجه ان هو فاهم ان هو بيعرف يطير، وهو بيهرب من اي حد بيهجم عليه او حاجه، بيحاول يطلع فوق حاجات ويطير بس ما بيعرفش. فهو مش قادر برضه يفهم لحد دلوقتي، يقنع نفسه ان هو مش بيطير. فده عشان كده هو غبي. فاضل لك حاجه واحده عنه برضه يعني اعذره والله. بس غبي، ما هو عارف ان هو ما بيطيرش. اعذره. ليه بيحاول يطير؟ ما بيحاول يا اخي، انت عايزه يعني يفقد الامل؟ ما يمكن يتعلم. فاضل لك حاجه تانية واحده معانا. حيوان فين؟ في الغابه؟ في الغابه اكيد. حيوان فين يعني؟ في بيتنا؟ مش الدب؟ اكيد الدب ذكي جدا. انا ما اعرفش، انت ماشي معاكي انا هخلص من السؤال ده. حيوان كبير ولا صغير؟ حيوان الكوالا من اغبى الحيوانات اللي موجوده، او من اغبى الكائنات اللي موجوده في العالم. بيقول لك ان الكوالا ده ما بيقدرش يحدد الاكل بتاعه الا لو موجود على الشجره او في الزرع نفسها. يعني لو قطفتي الورق اللي هو بياكله ده وحطيته له في طبق قدامه كده، هو ميت من الجوع، مش هياكله. ده مش اكل جاي معايا، ده مش بتاعي الاكل ده، انا اكل بجيبه من الشجره. لو ما جبته لي على طبق من ذهب مش هاكله. لو جبته قدامه وحطيته له، لو جبتيه من قدامه كده اهو حطيته له في طبق، مش هاكله. يا عم الراجل بيحب ياكل من عرق جبينه، ما بيحبش حد يجبي عليه. مش غبي يعني؟ لا مش غبي، لا. طيب انا واضح ان انا محتاج احط حاجه تانية في القائمه دي. ده قصدك ايه بالكلام ده؟ مش هفسر اكتر من كده. ولما ما فهمتيش يبقى مش عارف اقول ايه تاني. حط سلطان. اغلى 5 حلقات من حيث الانتاج في المسلسلات. جيم اوف ثرونز، ذا لونج نايت. لا ما تقوليش الحلقات بنفسها عشان هيبقى صعب. قولي لي كذا وانا اقول لك موجود ولا لا. يعني ايه؟ ما هي اسم الحلقه كده. ما تقوليش اسم الحلقه، يعني قولي لي يعني المسلسل طيب. نفسه يعني، وانا هقول لك او السيزون لو عايزه. جيم اوف ثرونز السيزون الاخير، الحلقه اللي هي في اخر 3 حلقات يعني عامه. لا مش الثامنه، السادسه. جيم اوف ثرونز السيزون 8 الحلقه الواحده فيه كلفت $15 مليون، رقم 5 في القائمه. في حاجه في بريكنج باد؟ لا صح؟ لا بريكنج باد تحسه لو بادجت. بريكنج باد لو بادجت. ايوه اللعب كله في الفكره نفسها. مش في المسلسل طيب نفسه، في الانتاج. هاوس اوف ذا دراجون الحلقه الواحده كانت اتكلفت فيها $20 مليون. يا نهار ابيض، ده كتير جدا. رقم انتهت اعلى بكلام كتير على فكره. سترينجر ثينجز رقم 4 في القائمه. السيزون الرابع الحلقه الواحده فيه كلفت $30 مليون. يا نهار ابيض، طبعا ده كميه في اف اكس بالظبط. هم صرفوا فلوسهم كلهم على الايديتنج والفي اف اكس والحاجات دي كلها. حاجه صعبه الصراحه. 2 ورقم 1 في القائمه انت مش تعرفيهم. حاجه برضو فيها في اف اكس وكده كتير. مش عارف، ما اتفرجتش عليه قبل كده. هو رقم 2 في القائمه اسمه سيتادل. لا مش عارفاه. الحلقه الواحده فيه اتكلفت $50 مليون. طب ده الايرادات جت كام بقى على كده؟ ولا اعرف. ده تبع امازون. سيتادل ده تبع امازون. لا ما شفتوش. ولا انا شفت. ايه بقى رقم 1؟ رقم 1 ذا رينجز اوف باور. ده اللي تبع لورد اوف ذا رينجز. لورد اوف ذا رينجز صح بالظبط. والحلقه الواحده اتكلفت فيه $58 مليون.